السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدين متابعين قناتي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. والكورة دايما مجنونة، ورجعنا للدوري المصري الممتاز ب مميزاته وعيوبه وحكامه وفاراته وملاعبه، وربنا يستر. الزمالك هيلعب مع الإسماعيلي يوم الاثنين، ماتش مهم جدا جدا. ليه؟ وده تحليل ما قبل المباراة. الزمالك أولا مدعم بالصفقات عبد الله السعيد، يا مسهل يا رب، مع زيزو بقى وشيكابالا ومصطفى شلبي الناحية التانية. الدنيا هتبقى حلوة قدام. الزمالك جايب صفقات كويسة مميزة، يا رب تندمج كويس. ده أول ماتش هيبقى لعبد الله السعيد، منتظرين منه كتير حتى لو لعب ربع ساعة نص ساعة، بس أنا أعتقد طبعا إنه هيبقى إضافة مميزة للزمالك. ثانيا، دي أهمية المباراة دي أول مباراة لجوميز البرتغالي مدرب الزمالك. أول ماتش هيلعبه، وربنا يستر يكون قرفته حلوة وشاطر ويعرف يعمل لنا شكل ومنظر. معتمد جمال ما كانش ماشي وحش، بس احنا عندنا للأسف عقدة الخواجة، ومصممين نرمي فلوسنا ودولاراتنا ويوروهاتنا اللي هي مش عندنا أصلا للأجانب. فرب جوميز ده ربنا ينفخ في صورته، ونتفرج على ماتش حلو. طبعا الإسماعيلي فريق الدراويش والسمسمية وبرازيل مصر زمان، بقى لهم 7 8 9 سنين ضايعين خالص في البلالة للأسف. يا رب برضو يقدوا ماتش كويس. ترتيب الزمالك في الدوري أحب أقول لكم ال 13 دي مش بقى يا حستي السودا ياما، دي صوتي عليا ياما. لعبنا 8 ماتشات يا جماعة، من أصل 24 نقطة جبنا 11 نقطة، يعني خسرانين 13 نقطة. فزنا في ماتشين، فزنا في 3 سوري من 8، اتعادلنا ماتشين، اتهزمنا 3 ماتشات. 11 نقطة من 24. موسم كارثي للزمالك. اللي احنا نفكر في الدوري السنة دي، يعني دي هتبقى معجزة من عند ربنا. دخل فينا 10 تجوان، الدفاع كمان بلالة خالص، وللأسف الونش اتصاب في الصليبي للمرة الثالثة. أنا مش عارف إيه الحظ ده، والونش كان بيظبط دفاع الزمالك. حظنا صعب قوي، بس يا رب بالإضافات الجديدة دي ربنا يستر مع جوميز. الإسماعيلي برضو حدث ولا حرج. الإسماعيلي برضو عنده 11 نقطة في الترتيب ال 14. تصوروا الزمالك والإسماعيلي ترتيب 13 و 14. فين الإسماعيلي بتاع زمان، بتاع محمد بركات وأحمد فتحي وسيد معوض ومحمد حمص واللي قبل كده بقى الأجيال الحلوة دي؟ فين الإسماعيلي؟ فيا رب الماتش يبقى حلو وكويس وحماسي، ويا رب بصفتي زملكاوي الفوز للزمالك، ويعني ربنا يسترها علينا في الدوري السنة دي. أعزائي المشاهدين، ده كان تحليل ما قبل مباراة الزمالك والإسماعيلي يوم الاثنين الجاي. يا رب نشوف ماتش حلو، وأشكركم دايما لحسن المتابعة، وأشوفكم دايما على خير بصحة وسلام، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله في الكورة دايما مجنونة. ميرسي، شكرا.